بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو هنشاهد طريقة إصلاح مايكروويف ما بيسخنش بطريقة بسيطة وسهلة جدا، وكذلك التعرف على مكونات الميكروويف الداخلية. بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي نشغل زي ما انتم شايفين اللمبة بتاعه بيبتدي يعد وشغال، لكن مفيش أي تسخين ولا الموتور بتاع القعدة بيلف. عشان كده دلوقتي بحاول نقرب عشان يبين الكوباية ولا الطبق بيلف. طبق القعدة ما بيلفش. كده شغلنا الجريل بتاعه، والجريل زي ما انتم شايفين بيعد، مفيش أي تسخين ولا أي كهرباء واصلة، يعني الكهرباء مفصول. فهنبتدي ندور نفك الميكروويف ده ونشوف العيب بتاعه فين. المية باردة خالص، مفيش أي حاجة، مفيش دوران في الصينية، بس لا الجريل شغال ولا الميكروويف شغال. بسم الله الرحمن الرحيم. كده لما نيجي نكشف على الميكروويف، أول حاجة ندور عليها الفيوز. أول فيوز هيقابلنا اللي هو ده، نشوفه سليم ولا بتاع. طبعا لما نيجي نشوفه سليم ولا حاجة لازم نخلعه من مكانه، ما نسيبوش في مكانه، عشان كده كده يبقى كأننا ما قسناش حاجة. كده نروح فاتحينه كده أهو، ممكن نفتحه نص كده على أساس إن نصه شابك ونص مش شابك، ونقيس الفيوز ده مش يوصل تيار ولا ما يوصلش. لو ما يوصلش يبقى لا في الفيوز، نغير الفيوز. هنجيب الافوميتر ونبتدي ونقيسه من فوق كده، قاس كده يبقى فيه بيوصل تيار، يبقى الفيوز ده سليم. التيار بيخش من ورا، وبعدين بيخش أول حاجة بيخش على السلك الأزرق والسلك البني، اللي هو السلكين دول بيخش في الكارتة دي. نرجع الفيوز زي ما كانوا، نضغطه مكانه تاني، يبقى كأننا ما عملناش أي حاجة. الفيوز اللي احنا عايزين نقيسه التاني بيبقى موجود تحت شوية، هنطلعه ونشوفه. الفيوز التاني نحاول نطلعه بره كده، ده مكان الفيوز التاني. بدل ما نفكه من مكانه، لا احنا كده خلعنا السلك بتاعه زي ما انتم شايفينه كده. ده الفيوز التاني اهو، خلعنا السلك بتاعه طرف منه، والطرف التاني بيبقى موجود في المكثف. شايفين كده الفيوز ما دام وصل تيار كده، الفيوز التاني ده سليم. ده متصل بالكاباستور ومتصل بالمحول اللي تحت الكبير. ده الفيوز رقم 2 سليم. نركب السلك تاني مكانه. بسم الله الرحمن الرحيم. كده ده اسمه الماجنتروب، ده عايزين نقيسه نشوف شغال ولا مش شغال، ولا يمكن يكون فاصل من عنده. هنجيب برضه الافوميتر، هنخلع الفيشه بتاعته دي الفوقانيه دي، وكده هنبقى نقيس الماجنتروب. كده لقينا وصل تيار كده، يبقى كده شغال. يعني نقيسه من الناحيه التانيه برضه زي ما انتم شايفين كده، شغال برضه من ناحيتين. يبقى احنا قسناها كده شغال. عشان بقى نعرف انه كان سليم ولا لا، المفروض انه نوصله باي حته بالجسم بتاعه من بره، ما يوصلش تيار خالص. لو وصل تيار يبقى الماجنتروم ده بايظ ولازم نغيره. يبقى احنا كده ما وصلش تيار، واي حته في الماجنتروم كده بس ما بيوصلش تيار، يبقى كده الناحيه دي سليم. نقيس من الناحيه التانيه، ما بيوصلش تيار. ده وصل تيار يبقى الماجنتروم دوت بايظ، ونجيب واحد مكانه. بقيسنا نمرة 1 الفيوز الأولاني اللي فوق، نمرة 2 الفيوز التاني اللي في المحول الكبير، نمرة 3 الماجنتروم. الماجنتروم ده أهم قطعة تولد أشعة الميكروويف اللي بتسخن الأكل، الماجنتروم ده. هنركب ده تاني مكانه.
دايما انت تتعود على كده، خلعت حاجه تركبها في مكان تاني في ساعتها بعد ما تخلص القياس بتاعها. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي الماجنترون هنحاول نفكه على اساس نشوفه من قدام شكله ايه، محروق فيه حروق متاكل حاجه زي كده يبقى يتغير. لو لقيناه سليم، الماجنترون سليم، يبقى كده خلاص ما يتغيرش، يبقى ايه سليم. احنا قسنا قبل كده كان الماجنترون لما قسناه من هنا ومن هنا كان سليم. فهو له حتتين كده من قدام، فكنا الاربع مسامير بتوعه، له اربع مسامير، مسمارين هنا ومسمارين هنا، ولا مسمار ولا مسمار. دلوقتي نبتدي نطلعه فوق كده، نطلعه زي ما احنا شايفين كده، نبتدي نقلبه ونشوفه كده زي ما احنا شايفين. الماجنترون سليم من كل ناحية، المشع بتاعه سليم اللي بيطلع أشعة الميكروويف، فاهم، سليم من كل ناحية، والمغناطيس بتاعه سليم وكله سليم. يبقى الماجنترون ده شغال وكويس وسليم زي ما احنا شايفين. الغاز بتاعه في قدام هي دي، مش محروقة ولا منفجرة ولا سايحة ولا أي حاجة خالص. إذا الماجنترون ده سليم. من هنا بيخش مكانه هنا، وفي علقتين هتلاقيهم، علقة واحدة هنا واحدة هنا، بنعلقهم من هنا ومن هنا، وبعد كده نربط الأربع مسامير بتوعه. هنرجع نركبه تاني زي ما انتم شايفين كده، وزي ما فكناه زي ما نركبه على طول إن شاء الله. كده الماجنترون ركب مكانه، وبعد كده هنربط الأربع مسامير بتوعه. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شايفين كده ركبنا الأربع مسامير بتاع الماجنترون، مسمار هنا زي ما شايفينه، ومسمار تحت هنا، ومسمارين في الناحية التانية. بعد كده هنركب الكابل بتاعه مكانه. كده الماجنترون راكب مكانه بعدين، وهنا ده الكشاف دي، هنا مكان اللمبة اللي بتنور في الماجنترون، وأسلاك ركبت، وكده يبقى الماجنترون راكب كله كده تمام. دي الكارتة اللي هنفكها ونبتدي نجربها. ده الريلي اللي ماسك فوق خالص، ده بتاع الميكروويف، بيوصله تيار لما يشتغل مع البرنامج بتاعه. ده الريلي التاني، ده بتاع الجريل اللي هي فوق دي اللي احنا شايفينها دي، ده اللي احنا شايفينه، ده بتاع اللمبة والباب وغيره. هنا ده السلك اللي جوه ده اللي احنا شايفينه، ده البامبا ده، السلك ده بتاع الباب، فتح وقفل الباب. لو الباب مفتوح الميكروف ما يشتغلش. ده السلك الازرق والسلك الاسود ده اللي احنا شايفينهم، دول بيدوا 220 للكارتة، عشان الكارتة هنا المفروض هنا بيبقى فيه محول، بس العمل بدل المحول في هنا خافض التيار، بينزل من 220 إلى 12 فولت عشان يدي الريلي بتاع التشغيل، سواء كان ميكروويف أو جريل أو باب أو خلافه. وبيدي 5 فولت، ده اللي عشان يمشي البرمجة بتاعة الساعة والكارتة والحاجات دي كلها. وده اللي هنشوفه كده. وده الكابل بتاع لوحة المفاتيح، التاتش بتاع الميكروويف الأمامي، ده الكابل بتاعه اللي بيبقى راكب في الكارتة، ودي الكارتة بتاعته زي ما احنا شايفين. وده طبعا المحول الكبير اللي هو تحت ده زي ما احنا شايفينه، ده بيدي فولت وجهد عالي. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي احنا شاهدنا ان العيب من الزرار ده بيلمس وعاوزين نغيره، فبنعمل ايه؟ بنفك المسمار ده، ونفك المسمار اللي تحت ده زي ما هنشاهد، نفك المسمار اللي تحت ده، ودلوقتي هنفكهم، وبعد كده نطلع الزرار ده ونعمل له صيانة. ممكن نفكهم ونشوف العطل جواه ايه. الباب بتاع البطانية ده رائع جوه، يعني الإزار بتاعه ده محشور جوه، عاوزين نفكه كده ونشغله. لكن هنا شايفين الزرار هنا بتاع المفتاح اللي تحت هنا سليم، لكن هنا باين إن الزرار رائع اللي جوه أو غطسان اللي جوه زي ما بنقول كده، عشان كده ما بيوصلش تيار. كان ممكن تشتري من الزرار الجديد على طول، تنزل تاخد الزرار ده تفكه، وتشوف أي واحد بتاع قطع غيار وتشتري الزرار الجديد وتحطه مكان ده.
كده زي ما انتم شايفين الزرار ده اللي احنا صلحناه، ده الزرار التاني خالص. جبنا الزرار التاني جديد غيره، ايوه الزرار الأولاني خالص، واللسان بتاع البرتقاني بقى طالع فوق زي ما انتم شايفين. شوف بقى نضغط عليه بنفك ينزل ويطلع. أنا بوصل إياه بسهولة. وبعد كده نشوف لما نجرب الباب، اللسان بتاع الباب يقفل عليه. ده اللسان بتاع الباب زي ما احنا شايفين قفل عليه. هنشوف دلوقتي لما نيجي نفتح، شوف الزرار فتح البرتقال وطلع لفوق على طول الرفاص بتاعه. لما نيجي نقفل تاني كده قفل، كده فتح، وكده الحمد لله الميكروويف اتصلح كويس جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنفتح الميكروويف نبتدي نجربه ونحط له كوباية مية جواه. زي ما احنا شايفين كده هنبتدي نفتحه ونحط كوباية مية. نسمي بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. شغل الميكروويف زي ما احنا شايفين كده الميكروويف ابتدى يشتغل. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شايفين دلوقتي الميكروويف بقى شغال كويس، والطبق بقى يلف كويس. شايفين كمية بخار المية، شايفين كمية بخار المية طالعة من الكوباية. يعني التسخين بقى كويس جدا، هو يسخن بكفاءة عالية. ناقص إن صلحنا له المفتاح بتاع الباب، وبقى وصل الكهرباء للميكروويف والجريل والطبق والموتور الدوام بتاع الطبق، وبقى شغال كويس. الحمد لله رب العالمين. زي ما انتم شايفين بقى لونه الزهور الفوقاني بقى شغال بكفاءة عالية. دلوقتي بقى دخل في العد العكسي. كده هنسمي بسم الله. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كده هنسمي بسم الله ونفتح ونشوف اشتغل المية ولا لأ. كده زي ما احنا شايفين كده كمية بخار المية اللي طالعة من الكوباية، مش عارف كانت واضحة ولا لأ. كده واضحة شوية. حاول نقرب الكوباية عشان يبان بخار المية. زي ما احنا شايفين كمية بخار المية اللي طالعة من الكوباية، يعني كده يسخن كويس جدا. زي ما احنا شايفين المية بقت سخنة ولعة وسخن بكفاءة عالية بعد ما صلحنا الزرار الفوقاني خالص، أو جبنا زرار جديد. يعني ساعات تعرف تصلحه، تعرف تجيب زرار جديد وتركبه مكانه، لأن الزرار ده بيوصل الكهرباء للميكروويف وللجريل. وكده الحمد لله الميكروويف اتصلح وبقى بكفاءة عالية. وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.